فمرة النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد، فلقى واحد قاعد وباين على وشه علامات الهم والحزن واليأس، بلغتنا دلوقتي واحد الدنيا جاية عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسأله مالك؟ قال له والله يا رسول الله أنا عندي هموم وديون ومشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال له ألا أدلك على دعاء إن قلته قضى الله دينك وفرج الله همك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هقول لك على دعاء بسيط لو قلته ربنا سبحانه وتعالى هيقضي عنك الدين ويفرج عنك الهموم والمشاكل اللي انت فيها. فرد عليه الصحابي ده وقال له بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الصحابي ده حفظ الدعاء وفضل يردده وقال ما هي إلا أيام فأذهب الله همي وقضى عني ديني. حضرتك لو عندك هموم، عندك مشاكل، عندك ديون، قول الدعاء ده وإن شاء الله ربنا هيقضي عنك